السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله. اليوم كما تشاهدون في مدينة المدحتية، مدينة أبا يعلى، الإمام الحمزة الغربي عليه السلام حفيد الإمام العباس عليه السلام بذكرى وفاته. اليوم سننقل إليكم توافد الزائرين من جميع الأماكن إلى مدينة أبا يعلى. ابقوا معنا. من جينا وندير العين حازمين هاليوم جينا نشرج دم البوف لو دربك الناس سيوف نطحن قبر الطوف. وعظم الله أجرنا وأجركم بذكرى وفاة العالم النحرير والبدر المنير الإمام الحمزة أبا يعلى عليه السلام. جعل الله وإياكم من الزائرين له في الدنيا، من المواسين له في الدنيا، الحاصلين على شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أستاذ حمزة، أنا اللي أعرف أنت ما تحب الظهور إعلاميا. الله عليك. إحنا اليوم غربي منك قصيدة الحمزة اللي نستاهل. الإعلام في طريق الإمام الحسين، في طريق أهل البيت عليهم السلام، هو النصرة للمذهب والنصرة لآل بيت محمد. فأنا عدم ظهوري بالإعلام لثانوي، أما لأهل البيت فهو بالأولى. إن شاء الله أنا بخدمتكم. بتاريخ العلم اسمك حفظناه، نحريره وسجلاتك حضارات، مكتبتك حمل نوق بظهر نوق، وعلى مر الزمن قاطع مسافات. أمان الله اللي يلوذ بحضرتك شاف، أمان الله اللي يلوذ بحضرتك شاف، ملائكة السماء ببيتك حمايات، دول ملك الطغاة وكانت تخاف منك أي شرارة تصير ثورات، دول ملك الطغاة وكانت تخاف منك أي شرارة تصير ثورات. ما لوم اللي يقول لك أبو حسامين، ما لومه اللي يقول لك أبو حسامين القلم والسيف يقرن بيك آيات، ما لومه اللي يقول لك أبو حسامين القلم والسيف يقرن بيك آيات. ضماد الكل جرح يا خبزة العوز، مضيف الفقرة كان ولليتيمات، سبع زبيد نوق تعقرت بيك وشباكك المرمر والروايات. سبع زبيد نوق تعقرت بيك وشباكك المرمر والروايات. يا سفرة خيال طعم عباس، يا سفرة خيال بطعم عباس، يا جود الغرف ماي الكرامات، يا جود الغرف ماي الكرامات. من سبع زبيد. وشكرا لك استاذ حمزة. احنا نريد منك كلمة أخيرة للزوار اللي قادمين من خارج مدينة المدحتية. اللي أحب أقول إنه هذه المدينة مدينة معطاء، مدينة كرم، مدينة جود، مدينة تربت تحت ظل هذه القبة التي كانت تشع النور والكرم والعطاء لكل بقاع الأرض. فأقول مرحبا بكل زائر يأتي إلى المدحتية، يأتي إلى مدينة الإمام الحمزة الغربي عليه السلام، سيجد تلك الوجوه التي تلوعها الشمس مبتسمة بوجه كل زائر يقبل إلينا. ربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا أستاذ حمزة. الله يعزك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي مولانا صاحب الأمر والزمان ومراجعنا العظام وكل الأحرار في العالم بذكرى وفاة العالم النحرير والبدر المنير أبا يعلى الحمزة الغربي. اليوم حقيقة تستقبل مدينة الحمزة الغربي مدينة أبا يعلى الزائرين من كل أنحاء العراق، وبالتحديد يعني في الليلة السابقة واليوم يعني على مدار 3 أيام. هذه المسيرات وهاي الناس وهذه المواكب هي تعمل لهذا اليوم يعني حتى تستقبل الزائرين. الحمد لله والشكر احنا مستمرين يعني مدينة الحمزة على مدار تقريبا 20 سنة أو 25 سنة تحيي هي هذه الذكرى. أبو يعلى حفيد العباس هو الإمام الحمزة ابن القاسم ابن علي بن الحمزة، إلى يرجع نسبه إلى مولانا أبو الفضل العباس. الإمام الحمزة يعني هو كان معايش عدة معصومين، وآخرها أنه هو يعني نسبوه له أنه هو كافل نرجس أم الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. حقيقة اليوم احنا مدينة الحمزة الغربي لولا وجود هذا الضرغام أبا يعلى الحمزة الغربي لما كانت هذه المدينة وهاي الناس اليوم. اليوم أبو يعلى هو خيمة للمدينة، هو كل شيء اليوم. وإحنا يعني حتى شقد ما نسوي شقد ما نقدم احنا نعتبر نفسنا مقصرين بسبب أنه مدينة الحمزة اليوم مدينة ميناء صارت للزائرين لكل شيء. اليوم كل المدينة هي مستفادة.
كل الناس اليوم هي رافعه عروسها بمولانا حفيد العباس. بفضل الله ثم بفضل الله. طبعا اكيد بفضل الله اولا، لان لو ما اكو فضل رب العالمين ما صار الضريح اصلا هنا. احنا طبعا انا ما اريد اطول عليك، وحتى شبابنا ابناء مدينه الحمزه الغربي اليوم انا شفت فالصوره جميله حقيقه. كل 4 كل 5 كل 10 صاروا جمعات مال شباب، ناس تنظف، ناس بدت عندهم يعني شغله جديده انهم ينصبون مواكب. اكثر الناس اللي احنا دعمناهم مثلا محتاج لبانيو، هذا محتاج لفد شيء، بدعم علاقاتنا بالناس واللي ابناء المدينه. الله يحفظهم، الله يوفقهم ان شاء الله. اليوم كل المواكب طبعا احنا اكو مواكب حتى ما انساهم، اكو مواكب خارج مدينه الحمزه الغربي، يعني مثلا مدينه ابن الهاشميه اكو موكب خيقان هذا اللي تشوفه انت، وبعد اكو مواكب غيرها موجوده من القاسم. هذه المواكب كلها اليوم اجت لمولانا ابو يعلى عليه السلام. فشو نقول احنا حتى ما هذا لا تدق باب ارجوك بالمدحتيه، كلها وقفت خدام لابن الزكيه، كلها وقفت خدام وترحب الجاي قدموا حتى نروح للي يطلب الماي. الله يحفظك ويسلمك. شكرا لك. شكرا لك استاذ علي منذور، شاعرنا الكبير، شاعرنا واعلامينا علي منذور. شكرا لكلماتك، ربي يحفظك. كل واحنا نشد على ايديكم، وهاي لازم رساله توصل انتم كاعلاميين. احنا دعيناكم انه تغطون هذه، وكان لكم موقف مشرف. شكرا لكم وكل الاعلاميين في مدينه الحمزه الغربي. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين بعدنا متواصلين وياكم، ابقوا معنا. عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلل، وهو وفاه العالم النحرير والبدر المنير الامام ابا يعلى حفيد قمر بني هاشم. بالنسبه للموكب احباب الزهراء منتظرينها سنه كامله، يوم يوم نعرف فارغ الصبر منتظرينها للحمزه، يوم يوم. وهذا شفته خير الحسين وخير ابا يعلى. نتشرف ويعني شو تسوي للزائر قليل. شرف انه خدمه الزوار ابا يعلى الامام الحمزه عليه السلام. كل التوفيق ان شاء الله، كل التوفيق للمواكب، يسر عليها والعوده ان شاء الله. ربي يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله، ماجورين بحق محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لقناة صدى بابل اللي مغطية هاي التغطية الإعلامية اليوم بذكرى استشهاد أبو يعلى الإمام الحمزة الغربي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحن وإياكم من السائرين على نهج بركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقطوعة إلى جد أبو يعلى، إلى جد الإمام الحمزة الغربي هو الإمام العباس عليه السلام. أقول الشمر حيهم يصيحوا حشم زلامه، رايد عن نهر رماي تسهامه، غضب الله وعلي ودزلهم العباس، حجر سجيل ويدقهم على الهامه. حكي المقبل بعيد الشردة للشجعان، اللي يزمخ بيه بعد ما ينقل جدامه. خلوق ولبس خوذه وخلى بس ريشات، احتراما لابن ابوه ما لابس عمامه. الله يحفظك، حياك يحفظك استاذ محمد. الله يسلمك. وفق ان شاء الله. بالمناسبة نعد صاحب العصر والزمان وسادتنا أعلام بوفاة الإمام الحمزة عليه السلام. احنا قصة مطعم حسين نسوي نذبح ذبيحة إلى وجه الله، إلى وجه الحمزة. وبهذه المناسبة احنا خدم إلى زوار الإمام الحمزة الغربي عليه السلام. وبعد أيام قليلة نتقدم إلى ثورة الإمام الحسين. هاي ال10 أيام نقوم بعزاء ونقوم بتقديم وجبات طعام، وجبات شاي، ماء إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام. أهلا وسهلا بقناة صدى بابل. والله العظيم قناة خالصة لأهل البيت هاي، ونشكر الكادر كله لأنه أمين أبطال ضحوا وتعبوا، ونشكر المسؤول على القناة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. إن شاء الله العافية والستر المسؤول القناة ويحفظكم.